من بعيد قد يبدو هذا المكان هادئا، مجرد مباني محجورة في ضواحي بلدة ميدفيلد في ماساتشوستس، لكن خلف هذه الجدران تم دفن الآلاف من الأسرار. هنا صور فيلم شاتر آيلاند الشهير، وهنا كانت مستشفى للأمراض العقلية لأكثر من قرن. قصص لا يتجرأ أحد على روايتها، وأصوات ما زالت تسمع حتى اليوم. استعد، لأننا سنفتح بوابة الماضي وندخل أعمق نقطة في تاريخ هذا المكان المنسي. هاي خريطة المكان والمباني كلها الموجودة هنا. المبنى الرئيسي اللي هو الموجود بالسنتر، ومرقمة طبعا 58 بناية في هذا المكان. آلاف الأرواح مرت من هنا، بعضهم خرج وبعضهم لم يخرج أبدا. أهلا بكم في أخطر وأغرب مستشفى في أمريكا، ميدفيلد ستيت هوسبيتال، حيث انتهت القصص وبدأ الرعب. المكان هذا انبنى جدرانه من 1896. كانوا يسمونه ملجأ المجانين، لكن الحقيقة كانت أظلم. بنى هذا المستشفى أو مجمع المستشفيات قبل أكثر من 100 سنة، وهو أول مستشفى نفسي بأمريكا. تم علاج ما يقارب 2000 مريض هنا، وكل مبنى من هاي المباني يحمل آلاف القصص وكثير من الأرواح اللي أزهقت هنا. يعتبر أول مستشفى للأمراض النفسية بأمريكا، تقريبا قبل 129 سنة، بأكثر من 50 مبنى، وكل مبنى بآلاف القصص. تعرفون الفيلم المشهور لديكابريو شاتر آيلاند؟ تمثل هنا قدام هذا المبنى اللي تمثل به الفيلم. أنا واقف حاليا. هذه لقطة سينمائية حقيقية للفيلم مع بعض التغييرات على المبنى، والمكان يحمل نفس الطاقة السلبية. تحس دائما اكو حركة بالمكان. المبنى اللي تمثل به الفيلم. خلونا نشوف شكو جواه. واو، شنو هاي؟ اكو ريحة غريبة هنا طبعا بالمكان. كادر التصوير اللي صور شاتر آيلاند يقولون كنا نسمع أصوات وقت التصوير هنا، أصوات غريبة. خلونا نروح خلف المبنى ونشوف المبنى الشهير اللي تصور به فيلم شاتر آيلاند. كثير من الأطباء هنا كانوا يظنون أنهم يعالجون المرضى النفسيين، لكن كانوا يطلعون بجنازة. كثير منهم ماتوا بهذا المكان.
عند بناء هذا المكان كان المفروض أن يكون مستشفى للأمراض العقلية وعلاج نفسي، لكن ما حدث بعد ذلك تحول إلى كابوس. المرضى كانوا يربطون بالسلاسل في غرف منفردة، كانوا يتعرضون للعلاج أو ما يسمى بالعلاج بالصدمات الكهربائية بطريقة غير إنسانية. بعض المرضى تركوهم يموتون من الجوع، والبعض الآخر تركوهم في الأقبية بالليالي الشتاء الباردة وماتوا من شدة البرد. يقال أن الحكومة أجرت تجارب نفسية وطبية سرية على المرضى هنا دون علمهم وموافقتهم، خصوصا في الأربعينيات والخمسينيات. راح يتم تحويل هذا المبنى إلى مركز فني، كل الأبواب والشبابيك مغلقة وممنوع الدخول. الدخول ممكن يعرضك للسجن وغرامة. طبعا يقولون لي إجراءات السلامة لأن المباني قديمة ممكن توقع، بس ما أتوقع هيك، أكو شغلات هواي جوا. المكان مغطى كامل بالنباتات. موظفين سابقين هنا كانوا يسمعون أصوات غريبة من مباني متروكة أصلا ما بيها أي شخص. بعض الزائرين ذكروا أنهم كانوا يشوفون ظلال من بعض الشبابيك. هذا المبنى هو مبنى العزل، كانوا يعزلون به المرضى النفسيين هنا، تم تعذيبهم بأبشع الطرق. هذا المكان مفتوح، خلينا نشوف. واو let me go. اوكي خلينا نشوف. هذا الباب مفتوح بس هنا اكو مكان كلش خطر. انا ما اسي للأسف مغلق. كثير من الأفلام مثلوها هنا، من ضمن هاي الأفلام والأشهر فيلم The Shutter أو Shutter Island للممثل الشهير ليوناردو دي كابريو. كثير من الأفلام المشهورة مثلوها بهذا الموقع لأنه يعطي جو نفسي، مثل الفيلم الشهير Shutter Island للممثل المعروف ليوناردو دي كابريو، وأفلام أخرى مثل The Box و The Mutant. هنا يسوون فعاليات عادة، بس هنا الشياب جاي يتعاركون بالسيوف. هذا المكان طبعا التعذيب كان من ضمن التعذيب اللي موجود بهذا المكان هو الحبس القسري. كانوا يحبسوهم بغرف مظلمة ويخلوهم هنا الأيام دون تواصل، والجو هنا جدا بارد، فكانوا يموتون بقلة الطعام وكانوا يموتون بسبب الأجواء الباردة. لذلك كانوا يستخدمون وياهم العلاج بالصدمة الكهربائية بدون تخدير. طبعا الموضوع مؤلم بدون تخدير وبشكل متكرر وبشكل غير مجدول وبشكل ما أدى إلى الأذية لهم النفسية والجسدية. تم حقنهم بأدوية تجريبية بدون موافقتهم وبدون موافقة ذويهم، مما أدى إلى حصول تشنجات وتدهور في حالتهم، وبعض الأحيان مما أدى إلى وفاة بعض الأشخاص. وكذلك كان يتم تقييدهم بالسلاسل وضربهم من قبل الموظفين، لأنه لأبسط الأسباب كانوا يصرخون أو يرفضون أي معاملة فكان يتم ضربهم. بعض حالات الوفاة اللي حصلت من ضمنها المريضة ألين في سنة 1932 تم العثور عليها مكبلة اليدين والقدمين، وعند إجراء التحاليل الطبية تم الكشف أنها كانت قد تعرضت للاختناق
والضغط النفسي، وتبين أنه أحد الحراس قام بخنقها بعد نوبة غضب شديدة. لذلك الطفلة مارغريت في 1956 جاءت إلى هذا المكان بسبب مرض الهستيريا الموجود لديها من دار أيتام، ولكن بعد اختفائها لعدة أيام وجدوها في القبو وعليها آثار تعذيب. لم يفتح أي تحقيق جنائي في الموضوع، ولكن يفاد أن حارس معروف بنوبات غضب قد قام بالفعل. جون آر الذي توفي سنة 1948 وكان قد توفي أثر صدمة كهربائية بفولتية عالية، اعتبروا أنه توفي من غير سبب، لكن الممرض الذي أعلن عن الموضوع اختفى بعد ذلك بشهر. آخر قتل بطعنة في الرقبة، قالوا أن مريضا آخر فعلها، لكن يقال أن حارسا آخر كان موجودا في مكان الحادث قبلها بدقائق. المرضى الذين توفوا في هذا المكان دفنوا في الساحة الخلفية للمستشفى بدون أسماء، أرقام فقط بين الأشجار. وفي هذه المقبرة تم دفن أكثر من 800 مريض فيها بدون أسماء، فقط أرقام. في عام 2005 تم وضع بعض الأسماء، ولكن الأغلب بقيت أرقام لحد الآن. هنالك جملة مؤثرة قد كتبت: تذكرونا فقد عشنا وأحببنا وضحكنا. إغلاق المستشفى رسميا سنة 2003 يقال بسبب القدرة أو المبالغ التشغيلية العالية، لكن الموضوع لم يكن كذلك. الإغلاق والسبب الحقيقي كان هو الظروف البيئية القاسية التي كانوا يعيشوها، المعاملة السيئة والوحشية التي كانوا يتلقونها، كذلك بسبب ضغط إعلامي وصحفي من الصحفيين بعد تسريب صور من داخل المكان وتقارير تفيد بالحالات والأحداث الوحشية هنا. واو، صدق لما نقول واو سبحان الله، مكان كلش حلو هنا. تركبوا القناة، فعلوا جرس التنبيهات حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة. والولاية هاي كلش أماكن بيها حلوة هواية، فإن شاء الله هنروح الأماكن كلش هواية. نشوفكم فيديو آخر، مع السلامة أصدقائي.